سطور الصحافة من بريس 23 أقدمها لكم أنا لامار أركندي ونستهلها بأهم العناوين. الحياة اللندنية: القوات السورية تتجه إلى الرقة بدعم أمريكي وتدخلها بغطاء روسي. الشرق الأوسط: مجزرة ثانية للحرس الثوري في حلب وقيادة من فيلق القدس بين القتلى. الحياة اللندنية: الحكومة السورية قررت مقاطعة مفاوضات جنيف. فورين إيفرس الأمريكية: حرب أردوغان على الأكراد استراتيجية أثبتت فشلها مرارا. الغارديان: تضع مصداقية الجيش العراقي على المحك في معركة فلوجة قلب داعش. التلغراف الأمريكية: شبكة أنفاق معقدة لمسلحي داعش تحت قرية المفتي، والبيشمركة يحررون بدعم من طيران التحالف. خلافات كثيرة داخل رئاسة إقليم كردستان يكشفها باختيار جبار لزمان تركيا. نيويورك بوست الأمريكية تتساءل: كيف يستطيع رئيس أمريكا المقبل تدارك عيوب الاتفاق النووي؟